مش هاقول لِك لو أنتِ لسه مبتدئة في التورتة، أنا هاقول لِك لو أنتِ أصلًا ما بتعمليش تورتة ولا بتعرفي تعمليها ولا عمرِك عملتيها، هتعملي أحلى تورتة ومن غير أدوات ولا مكونات ولا أي حاجة، شايفة الطبقات والجمال والبساطة والطراوة. هاقول لِك بقى نعمل إيه، أول حاجة هنعمل سبونج بيتي معايا 4 بيضات، نُص كوباية من الدقيق، معلقتين كبار نشا، معلقتين كبار كاكاو خام، فانيليا، معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة خل، معلقة كبيرة من محسّن الجل وتِلت كوباية مَيّة ساقعة وكوباية من السُكّر. هنحُط كل المكونات على بعضها وهنبتدي إن إحنا نضربها بالمضرب الكهربائي أو العجّان. المكونات ديّة هتطلّع لِك صينية سبونج بيتي 30 في 40 تحفة كإنِّك جايباه من برّه بالضبط، بس امشوا على الخطوات وعلى المقادير. المُحسّن الجِل بنجيبه من عند أي حد بتاع مستخدمات حلويات، بنستخدمه ولو اتبقى مننا بنقفّله ونشيله في التلاجة، لو هنستخدمه بعد وقت كبير بنشيله في الفريزر ونطلّعه يفُك ونستخدمه، بيبقى لونه أبيض جِل كده، بنفضل نضرب بقى فيها لحد ما لونها يفتح وتدّيني القوام الكريمي اللي أنتم شايفينه ده. باكون محضّرة عندي صينية مقاسها 30 في 40 ومبطّناها بورقة من الزبدة وابتدي أنزل عليها بالخليط بتاعي وأوزّعه بقى كويس جدًا في الصينية. في الوقت ده الفرن بيكون شغّال على درجة حرارة 180 وابتدي إن أنا أحطّها فيه ما بتقعدش يعني من 10 دقايق لربع ساعة. باجيب بقى علبة بلاستيك بتتباع عند بتوع البلاستيك أو الأدوات الورقية وباجيب شوكولاتة خام وابتدي إن أنا أسيّحها بنقطة زيت وابتدي إن أنا أنزل في جوانب كده العلبة وأملى العلبة كُلّها من الشوكولاتة وادوّرها كده يمين وشمال لحد ما كلّها تتملى طبقة من الشوكولاتة والباقي كده بافرّغه، باحطّها في التلاجة لمدة يعني دقيقتين بس تشد نفسها. في الوقت ده بتكون السبونج بتاعي طلع، بابتدي كده أسلّكه هو هنا سُخن، وباجيب ورقة من الزبدة واحطّها كده على الوش واساوي الوش علشان أعمل الطبقة اللي هي الملزقة دي، باقلبها واشيل بُصّوا البساطة بقى والطراوة كل ده وهي سخنة، باتعمل وهي سخنة. تعالوا بقى شوفوا لي الطبقة اللي فوق الملزقة هي دي اللي بتكون لامة زفارة الكيك كلها. باجيب بقى العلبة تاني من التلاجة وابتدي ادّيها دهنة تانية من الشوكولاتة عشان تبقى الطبقة كده متماسكة وماسكة بعضها، وهادخّلها تاني التلاجة برضه دقيقتين 3 كده تشد نفسها عقبال ما أنا أعمل خليط الكريم شانتيه اللي إحنا هنبتدي نستخدمه. معايا كوباية كريم شانتيه، معلقة كبيرة سكر بودر، معلقتين كريم باستري، ومعلقة نوتيلا ومعلقة كاكاو عشان أعزّز الطعم، وكوباية ونُص من اللبن. وابتدي إن أنا أضربهم مع بعض لحد ما يدّيني القوام الكريمي. بعد بقى ما يدّيني القوام الكريمي ده شايفين تحفة. عايزة بقى إن أنا أعمل هنا إيه، هاجيب الكيك بتاعي وابتدي إن أنا أقصّه على مقاس العلبة بقى بتاعتي. هانزل بقى طبقة من الكريم شانتيه تحت، وطبعًا باكون حاطاها في كيس حلواني، وابتدي إن أنا أحط بقى طبقات الكيك بتاعتي، شايفين بقى إزاي؟ وابتدي أسقّي بمَيّة وعليها معلقتين من السكر متدوبين، وابتدي أحط تاني طبقة من الكريم شانتيه وهكذا بقى، هاشتغل نظام طبقات، طبقة كيك أسقّيها، طبقة كريم شانتيه، طبقة كيك. أنا هنا عملت 3 طبقات مش قادرة أقول لكم جمالها، وكمان بقى يالّا نعزّز الطعم وندلّعها، حطيت هنا صوص chocolate أو مش حابين ما فيش مشكلة، حابين تحطّوا مكسّرات ما فيش مشكلة. دايمًا بقى لمّا يكون في طبقات كيك مش المقاس أو متقطّعة بنحطّها في النُص، بنخلّي طبقة تحت متماسكة وطبقة فوق متماسكة واللي في النُص بنحطّها متقطّعة عادي. ونفس التكنيك أنزل برضه بطبقات. عايزة أقول لكم الطبقات مع تناغم الصوص الشوكولات مع الكريمة مع الكيك مش قادرة أقول لكم كان الطعم عامل إزاي، وسكرها كان مضبوط جدًا وهادي. لو أنتم حابين تعلّوا السكر بتاعها زوّدوا السكر في الكريم شانتيه، بس كده سكرها كان مضبوط جدًا. آخر بقى حاجة هابتدي أقفّل بطبقة من الكريم شانتيه، وابتدي بقى إن أنا أساويها وأحط عليها برضه طبقة من الصوص وأساويها، لأن هنا بقى هابتدي أقفّل الوش بتاعها بطبقة من الشوكولاتة، عشان كده تبقى كإنها علبة كلّها من الشوكولاتة. باقفّل بقى بآخر شوية متبقيين معايا كده من الشوكولاتة وأساويها برضه وأحطها بقى في التلاجة، أسيبها بقى تاخد كده وقتها في التلاجة ساعة، 2. أمّا آجي أطلّعها بقى بُصّوا هاسلِّك بس، يا دوب باسلِّك وباقلبها بتتقلب معايا بكل سهولة. بجد لو ما جرّبتوش التورتة دي فايتكم كتير. يالّا ندلّعها بقى ونزيّنها كده بشريط ساتان كإننا جايبينها من برّه بالضبط، ينفع تاخدوها معاكم هدية، تقدّموها لحد، تعملوها في عيد ميلاد. آخر شوية بقى كده من الكريمة متبقيين معايا بدأت أعمل منّهم كده وردات
داير ما يدور نظام برضه الدلع، زي ما قُلت لكم حابين تحطّوا مكسرات، أنا حطيت هنا عبارة عن sprinkles كده شوكولاتة، بس بسيطة وجميلة وشيك طعمها يجنن، جرّبوها وقولوا لي رأيكم، واوعوا تنسوا تعملوا لايك وتقولوا لي رأيكم.